بنقطة اويل وانت في بيتك تقدري تعملي فيشل مساج يحفز انتاج الكولاجين والالاستين. النهارده هكلمكم عن الفيشل مساج. عايزه اقول لكم قد ايه المساج مهم جدا جدا لبشرتنا، بيحفز انتاج الكولاجين والالاستين، كمان بينشط الدورة الدموية. ممكن كمان يتعمل بتكنيك معين عشان يعمل ليفتنج لكل وشك، يعمل ليفتنج لمنطقة الخدود، يحدد الجو لاين شوية، يقلل من الرينكلز والخطوط اللي بتظهر في الفورهيد وكمان بتظهر حوالين عينينا. ولكن في ناس ما ينفعش ان هي تعمل ابدا الفيشل مساج لو انت عندك حبوب في بشرتك، عشان ما يحصلش انفكشن او تعدي نفسك من مكان لمكان تاني في بشرتك. لو انت بشرتك حساسة، لو عندك اكزيما او عندك التهاب او عندك حساسية، كل الاحتكاك ده على بشرتك هيعمل لك مشاكل. فالفيشل مساج للبشره اللي ما فيهاش اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي هتلاقوا ريزلت هايله جدا جدا لو استمريتوا عليه كل يوم بالليل قبل ما تناموا، عن طريق سيرم، مويسترايزر، اويل خفيف، اي حاجه تسهل موضوع المساج عشان ما يكونش في ضغط كبير قوي على بشرتكم. الا الماده اللي بتحطوها على بشرتكم بتسهل المساج قوي، تسهل حركه الايدين. ممكن ان احنا نبدا ان احنا نعمل بقى دوات للمساج، ولكن انا النهارده هبدا معاكم ازاي تعملوا مساج بسيط جدا في البيت بايديكم او بصوابعكم بحركات معينه عشان يكون الموضوع بالنسبه لكم اسهل واي حد يقدر يعمله في البيت. هبدأ دلوقتي اوريكم ازاي نقدر نعمل مساج لكل بشرتنا، نعمل لكل جزء فعلا موجود لبشرتنا عشان يقدر يستفاد بفايدة المساج كويس قوي. اول حاجة لازم نخلي بالنا منها ان احنا لازم زي ما قلت لكم يكون معايا اي مادة تسهل من موضوع المساج زي الاويل، مويسترايزر، سيرم، اي حاجة تسهل من حركة ايدي. تاني حاجة وهي الاهم، حركة ايدي بتكون سهلة جدا وبسيطة هتشوفوها دلوقتي، ولكن الأهم إن أنا أتبع 2 تكنيكس مهمين جدا. أول حاجة تكنيك من تحت لفوق، اوعوا تعملوا مساج من فوق لتحت، لأن ده مع الوقت بيسبب تهدل لبشرتنا، بتحسوا إن بشرتكم واقعة أو فيها زي سقوط كده لتحت. لا، أنا عايزة أعمل لها ليفتنج، فدايما أشتغل من تحت لفوق، وكمان أشتغل من جوه لبره، يعني بشتغل كده من جوه لبره بالطريقة دي، وفي نفس الوقت بتكون من تحت لفوق. عايزة بقى اوريكم ايه اهمية كل حركة، وكل حركة في الفيشل مساج بتعمل ايه. اول حاجة انا ابتديت من عند ماي تشن لحد هنا الجو لاين. الحركة دي بتعمل زي تحديد شوية، ببدأ ان انا اشد كده وفي نفس الوقت عملت تحديد للجو لاين. تاني حاجة ودي مهمة جدا وتقريبا عندنا كلنا، وهي اللاينز بتاعة الابتسامة. ببدأ ان انا اعمل مساج من عندها عشان احاول اقللها شوية، وفي نفس الوقت بعمل رفع لخدودي، لان انا بتحرك بطريقة الكيرف من جوه لبره وانا طالعة لفوق. ببدأ ان انا كده اعمل على اللاين اللي هنا واطلع على خدودي. الناس اللي عندها خطوط هنا لاينز كتيره في الفورهيد ببدا ان انا اعمل مساج لل 111 اللي عندنا كلنا دي. بعد كده بعمل الخطوط من هنا وبقف عند الحاجب وهكذا. بعد كده ببدا ان انا اعمل مساج لمنطقه حوالين عيني، منطقه حوالين العين عشان منطقه رقيقه جدا وممكن يحصل فيها اي التهاب او اريتيشن. ببدا ان انا استخدم اخف صباع في ايدي وهو الصباع ده. ببدا ان انا اعمل مساج خفيف ومش بوصل لحد جوه العين كده، لا، انا المنطقه اللي تحت العين شويه. ببدا اعمل مساج من جوه لبره خفيف او عن طريق الطبطبه. وممكن كمان تكنيك تاني ان انا اعمل سيركل موشن، ان انا بعمل كده كأني ماشية في دايرة بالظبط، بالراحة وبطريقة جنتل قوي. بعد كده ممكن ان انا اعمل هنا من عند الحاجب عشان ابدأ ان انا افتح عيني او ارفع الحاجب شوية من عند الحاجب لحد بره. في نهاية الحلقة اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي بخطوات بسيطة من الفيشل مساج تحفزوا انتاج الكولاجين والالاستين، كمان تنشطوا الدورة الدموية في بشرتكم. هستنى كل اسئلتكم ورأيكم في الكومنتس.